من هم الأشاعرة؟ الأشاعرة في حقيقة الأمر هم السواد الأعظم من أمة محمد. جل علماء الأمة من الأشاعرة، الذين ألفوا في أصول الفقه أشاعرة، الذين ألفوا في أصول الدين أشاعرة، الذين شرحوا الحديث أشاعرة، الذين فسروا القرآن أشاعرة. القرآن الكريم الذي وصل إلينا بالتواتر، تجد الآن الحفاظ يحفظون القرآن، يقول هذا مجاز مثلا في القراءات العشر، ويعرف السند الذي أخذ عنه هذه القراءة، هذا السند لابد أن يمر بعلماء وحفاظ من الأشاعرة. فجل علماء الأمة أشاعرة. فالسلفية لديهم مشكلة، ليست مشكلتهم مع الأشاعرة، إنما في حقيقة الأمر مشكلتهم مع تراث الأمة. الآن الفرقة القرآنية التي تنكر السنة لديها مشكلة كبيرة مع الفقهاء والمحدثين، كذلك السلفية وإن لم ينكر السنة إلا أن في حقيقة الأمر لديهم مشكلة مع علماء السنة وعلماء الحديث. فالواقع يقول كذلك. ولنذهب إلى أبعد من ذلك، أن لولا الأشاعرة لما كان لهذه الأمة تراث. هذه حقيقة، شئت أم أبيت، هذه هي الحقيقة. لولا الأشاعرة، أئمة الأشاعرة، لم يكن لهذه الأمة تراث. فأنا أدعو الأخوة السلفية أن يتصالحوا مع أنفسهم ويرضوا بالأمر الواقع. اعتنق ما شئت، اعتقد ما شئت، ولكن دون أن تعادي الأمة، لأنك إذا عاديت هذه الأمة فقد قطعت السند الذي سيوصلك إلى الفقهاء الأربعة وإلى المذاهب ككل. فكن متواضعا بارك الله فيك، واعرف أن جل علماء الأمة كانوا أشاعرة، وهذه حقيقة، والحقائق لا تجامل أحدا.